شفت صاحب موسوعة الإمام المهدي في الكتاب والسنة والتاريخ في المجلد الثاني من هذه الموسوعة، لما يجي إلى ما يحدث قبل ظهور الإمام وقبل رجعة الأئمة عليهم السلام، يخلي 3 أمور تحدث من خلال الروايات الشريفة، وكل أمر من الأمور يجيب له روايات شريفة بسرعة هيك بسرعة. الأمر الأول اللي يحدث يعبر عنه الحيرة والضلالة. شنو؟ حيرة وضلالة تصير قبل ظهور إمامنا، طبعا بالنتيجة الضلالة انحراف ومو انحراف الضلالة، ويجيب روايات على ذلك. منها من هذه الروايات تكون له غيبة الإمام المهدي وحيرة تظل فيها الأمم، تظل فيها الأمم، هكذا قال المعصومون عليهم السلام. تكون له غيبة وحيرة، هاي رواية أخرى، حتى تضل الخلق عن أديانهم. فإذا قبل ظهور الإمام رجعة الأئمة شنو تصير؟ ضلال وحيرة، هذا 1. 2 فتنة ويأس، فتنة ويأس. وقال الرواية الشريفة عن الباقر: وقال الناس مات القائم أو هلك بأي واد سلك، وقال الطالب أنى يكون ذلك وقد بليت عظامه، فعند ذلك فارجوه. لما هيك الأمور توصل بعد توقعوا أنه الإمام عليه السلام يظهر، وارجوا ذلك. الأمر الثالث، طبعا 4 حسب الظاهر، 4 مو 3. الأمر الثالث البلاء والمحنة. له غيبة، رواية له غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت فيها على الدين آخرون، ويقال لهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يعني الناس تقول للذول اللي يبقون على الوعد: إيش وقت يا هذا صاحبكم يطلع؟ شو طول صاحبكم؟ طبعا هاي الروايات الشريفة كلها أئمتنا قالوها، والإمام ولد أو لم يولد بعد. الإمام لم يولد بعد وأئمتنا هيك قالوا عليهم السلام، قالوا يولد ويغيب وهيك يصير في زمن غيبته. الأمر الرابع اللي يحصل الاختلافات والمشاحنات، هذا اللي أنا بينته إذا يتذكر الأحبة، أنه حتى يبرأ بعضكم من بعض، بل في الروايات يبصق بعضكم بوجه بعض ويلعن بعضكم بعض ويبرأ بعضكم من بعض. هاي الاختلافات وهاي المشاحنات لما تحدث بهالسعة، راحت الإمام سلام الله عليهم يظهر والأئمة يرجعون حتى يصححون كل هذه المشاكل.